ازاي تصلح صحتك النفسية؟ انا نفسي كده اكون مبسوط مدى الحياة لحد ما اموت، افضل كده مبسوط كده ودماغي رايقة. احب اقول لك مفيش وصفة خاصة للسعادة الابدية عشان تفضل مبسوط مدى الحياة، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. تمام، تقول لي لا يا عم، في الفلوس الفورمة الكلام ده. لا يا حبيبي، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. هو عادي انك انت اصلا لما توصل للفلوس او الفورمة هتحس بسعادة، ولكن بعد كده هتلاقي الفلوس قدامك والفورمه قدامك، هترجع لحالتك الطبيعيه تاني. هي اهداف كويسه ولازم تحققها، ولكن هي مش هتجيب لك السعاده الابديه. ما تربطش الحاجات دي بالسعاده عشان ما تحبطش وتفضل قاعد حزين ومكتئب وقرفان انا في الكورس ده، في السلسله اللي انا بقدمها لك دي، تابعني واقدم لك حاجات هتخليك مبسوط وصحتك النفسيه افضل، ولكن حاجات طبيعيه. وهعمل لك في اخر الكورس ده تسويق خاص لصحتك النفسيه. ما ينفعش تهمل صحتك النفسيه، عشان لو اهملتها هيجي اي عيل في الشارع يقول لك كلمه توقع وتعيط وتقول ايه ده، مش عارف ايه ده قال لي صوتي وحش، قال لي اني شكلي معفن. ما ينفعش يا حبيبي الكلام ده. اجل شويه. اللي عليك دلوقتي بس انك تتابعني وتكتب لي هل الحلقه عجبتك ولا لا. ودي قناتي على اليوتيوب فيها فيديوهات كتير ممكن تعجبك، لو عايز تروح تمسي عليها اللينك في البايو. ولو عايز تساعدنا في الحلقات ممكن تيجي على انستجرام، بنعمل حاجات حلوه هناك كده في الستوري. سلام.